لو دايما السمك المقلي بيطلع معاكم طري وما يطلعش ناشف وكريسبي زي اللي بنجيبه جاهز من المطاعم، ان شاء الله النهارده هقول لكم ازاي نعمل السمك المقلي بالتلحيسه. والتلحيسه دي بقى هي السر بتاع المطاعم اللي بيخلي السمك يطلع كريسبي وناشف زي ما انتوا بتشوفوه كده. يلا نسمي بالله ونبدا ونشوف هنعمله ازاي. بس الاول ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو عجبكم تعملوا شير كتير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. طبعا السمك بتاعي بجيبه انضفه واشرحه من الظهر بالطريقه اللي قدامكم دي كده، عشان ايه؟ اللحم بتاعه يشرب التتبيله كويس. تمام. والتتبيله بتاعتي المره دي مختلفه شويه، ولان هستخدم فيها بصلايه مبشوره بشر ناعم، ويا اما استخدمها كامله يا اما ممكن اخد الميه بتاعتها. انا عامه هحطها كامله. الحاجه التانية اجيب طماطمايه واضربها في الخلاط، ماشي، واخد العصير بتاعها كده. وطبعا اساس التتبيله معلقه توم كبيره، وانزل عليه بالتوابل بتاعتي بقى. اول حاجه معلقه كزبره مطحونه كبيره، نص معلقه كبيره فلفل اسمر، وطبعا الكمون، معلقه كبيره كمون. وننزل عليه بحوالي معلقتين 3 كبار خل، لان الخل ده بيساعد في قرمشه السمك قوي زي ما قلنا قبل كده. واخر حاجه عصير 3 أو 4 ليمونات كبار. ويستحسن نسيبه في التلاجة نص ساعه كده قبل ما نتبل بيه، عشان ايه؟ يدي نكهه وطعم اقوى. دلوقتي بقى هنجهز العجينه، او زي ما بيقولوا عليها اسمها التلحيسه، اللي هتخلي السمك يطلع معايا مقرمش وكريسبي قوي. تمام. بجيب كوبايه دقيق وانزل عليها بمعلقه صغيره كزبره مطحونه، ونص معلقه فلفل اسمر، ومعلقه صغيره كمون، ورشه ملح كده حوالي ربع معلقه، واخر حاجه نص معلقه كركم. نقلب ده كله مع بعضه، وننزل عليه بالميه واحده واحده كده ونقلب. انا عايز اوصل قوامها يبقى كريمي كده، لا هي سايبه قوي ولا جامده قوي. ده القوام اللي انا عايزه، لا تقيله قوي ولا خفيفه قوي. بنشتغل ازاي بقى؟ بجيب طبق احط فيه دقيق الاول، تمام، واجيب السمك بتاعي ابدره بالدقيق عادي بالطريقه العاديه خالص اللي احنا عارفينها. تمام كده. خلي الدقيق يغطيه خالص، واحط في البطن برضو. تمام. ونفض الدقيق اللي عليه ده خالص. تمام. بالطريقه دي كده ما يبقاش عليه دقيق خالص. تمام. وبعد كده اخد السمكه انزلها في العجينه او التلحيسه اللي انا عاملها بالطريقه دي كده. تمام. الفها فيها كده، بالطريقه دي كده. واخليها تصفي كل العجينه اللي عليها كده بالطريقه دي، واخدها وانزل بيها في زيت غزير ويكون سخن. تمام. لازم الزيت بتاعي يكون سخن قوي. ودايما اعود نفسي وانا بمسك السمكه وبنزلها في الزيت ما امسكهاش من ايه؟ من ظهرها، امسكها من عند الراس من هنا، بحيث ان انا دي او العجينه اللي انا عاملها عليها ما تتمسحش زي ما اتمسحت من عند الراس هنا. الراس طبعا مش مشكله. تمام. اهم حاجه الزيت يكون غزير ويكون سخن. ولو السمك كبير اخري في الطاسه يكون سمكتين بس زي ما انتم شايفين كده. طبعا في البدايه النار بتاعتي بتكون عاليه. تمام. بعد ما انزل فيها السمك اروح مهدي النار واسيبه يستوي على نار هاديه بقى، عشان يطلع معايا كريسبي ومقرمش. يطلع ونشوفه مع بعض ان شاء الله. وده كده بعد ما خرج معانا من الزيت زي ما انتم شايفين كده. ومش هقول لكم بقى ناشف وكريسبي ازاي، اسمعوا الصوت بنفسكم وانتوا تحكموا. ما شاء الله ناشف جدا وكريسبي، وحتى بعد ما بيبرد بيفضل كريسبي برضه وما بيطراش. تمام. اهم حاجه التزموا بس بالحاجات اللي قلتها لكم في الفيديو، وان شاء الله يطلع معاكم زي ده واحسن من ده كمان. هستنى رايكم في التعليقات. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم دايما كل جديد ان شاء الله. ويلا سلام عليكم.